جدعان، هو ايه اللي التحكيم الاسباني بيعمله ده؟ يا عم ادوهم الدوري، يا عم يا عم هلا تحكيم، يا عم هلا مدريد ايه وبتاع، هلا تحكيم ايه اللي ايه الجونين دول؟ الجون الاول والتالت، الجون الاول ده ضربة جزاء، ده فضيحة مش ضربة جزاء. والجون التالت الفاول ده، حد شاف الكورة؟ رودريجو كان وقع ازاي اصلا او ايه اللي حصل؟ لاعب لجانيس جاي من ورا عمل التاكلينج، خبط الكوره، بعدها قام رودريجو واقع، قام الحكم مصفر فاول، وهو اللي جه منهم الجون الاول والتالت، وهو اللي كسبهم الماتش. يا عم ادوهم الدوري يا عم. يا عم انتوا بتعملوا كده ليه بقى؟ ارحمونا بقى، ارحمونا. ده غير بقى ضربتين الجزاء بتوع لجانيس اللي ما اتحسبوش، سواء بتاعه بيلينجهام او بتاعه اسينسيو في الاخر، ولا دي اتحسب. ايه؟ طب ليه؟ طب وبعدين؟ ما انا مش فاهم. طب ايه؟ يعني كفايه ان انا اقول لكم ان حكم النهارده ده بتاع ماتش ريال مدريد هو نفس الحكم اللي ما حسبش كوره كوندي دي ضربه جزاء، بس حسب بتاعه اردا جولر ضربه جزاء. يعني ما انا مش فاهم، بيرجعوا يقولوا لك نجريرا ومش نجريرا. يا عم بقى، يا عم اتقوا الله، يا عم اتقوا الله بقى وكفايه بقى. ده انشيلوتي نفسه نازل بتشكيل بيقول لك انا بايع الماتش، يعني اردا جولر وابراهيم دياز على الوينجين. وانا عارف ان البرازيل كانت لسه لعبه يوم الاربع الفجر وبتاع، وبتريح فينيسيوس ورودريجو، بس التشكيله دي بالعبط اللي كان نازل بيها انشيلوتي دي كان لازم يخسروا. وخليني اقول لك ان سواء جماهير ريال مدريد او جماهير برشلونه الاثنين كانوا هيفرحوا بهزيمه ريال مدريد. هتقول لي ليه يا عم؟ اقول لك برشلونه طبعا عشان الغريم بتاعهم خسر وبتاع، وبنبعد اكتر بالدوري. وجماهير ريال مدريد كانت هتتبسط عشان الخساره دي كانت هي اللي هتبعدهم عن اللقب، وهي اللي هتساهم في اقاله انشيلوتي في الاخر. فانتوا ما استفدتوش حاجه، افرحوا يا عم بالثلاث نقط، وهتخسروا الدوري وانشيلوتي هيكمل معاكم السنه الجايه، خليكم بقى. فكلامنا النهارده هيكون عن ماتش ريال مدريد وليجانيس، الماتش اللي ريال مدريد كسبه 3-2. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا كده نشوف هنقول ايه. في البدايه كده احنا عايزين بقى نبدا كلام عن امبابي اللي وصل للجون رقم 33 ليه في اول موسم ليه مع ريال مدريد. عادل خلاص رقم رونالدو رسميا، رغم البدايه اللي العالم كله تقريبا كان متفق ان هي بدايه كارثيه لمبابي مع ريال مدريد، وفي نفس الوقت ان الموسم ده مش احسن مواسمه خالص. رغم كده هو جاب 33 جون لحد دلوقتي، ولسه على الموسم حوالي شهرين، وفي اخر فتره هو تقريبا الوحيد اللي بينقذ ريال مدريد بعد عبط فينيسيوس اللي بقى له فتره عايش فيه ده غير طبعا ان هو بالجولين بتوع النهارده دول هو رسميا بقى معاه 22 جون في الدوري الاسباني، الفرق بينه وبين ليفا جون واحد بس، ويبقى هو هداف الدوري الاسباني. امبابي زي ما كنا كلنا تقريبا بننتقده في بدايه الموسم وبنقول ان هو مش جايب حتى ربع مستواه مع ريال مدريد، وان هو مهزوز وي 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 وي، لا هو اخر مثلا شهرين هو اللي شايل ريال مدريد على كتفه. وكفايه الرقم اللي احنا قلناه في الاول، ان انت في اول موسم ليك تعادل اول موسم لرونالدو اللي هو اسطوره النادي، ده رقم كبير جدا. ومتهيألي مبابي نفسه هو عارف رقم زي ده ومركز معاه. فعاش والله يا عم مبابي، اهداف حلوه جدا، ان شاء الله ما يبقاش ليها لازمه في اخر الموسم وتطلعوا بموسم صفر. وخلونا بقى بما اننا اتكلمنا على مبابي نتكلم كمان عن الفاول اللي جابه. متهيألي ده الجون الاول لمبابي اللي يجيبه من فاول، ورغم كده هو ممكن ما يتحسبلوش ان هو جابه من فاول، لان هي الكره اتلعبت بعد كده هو شاطها، فممكن ما تتحسبش ان هو فاول مباشره. فدي برضو من الحاجات اللي لو انت اول مره تسمعها فانت هتستغرب جدا ازاي مبابي الموهبه الصاعده اللي بقاله 5 سنين تقريبا ارقامه مرعبه كل موسم ما قدرش ان هو يسجل ولا فاول في مسيرته لحد دلوقتي. هو فعلا مبابي لحد دلوقتي مش مميز في الحته دي خالص، ولا كان بيلعبها في باريس ولا بيلعبها في فرنسا، وفي ريال مدريد من اول الموسم ما لعبهاش خالص تقريبا غير الفاول بتاع النهارده ده. وهو بالمناسبه هم شكلهم متفقين عليه، لان هو نفسه اول ما جاب الجون راح سلم على حد من افراد الجهاز الفني، غير انشيلوتي قعد يضحك ويسقف ويشاور لحد معين. فهو تقريبا هم متفقين عليه. فمبابي بالجون الضربة الجزاء او الفاول هو ساهم جدا في فوز ريال مدريد. طب مين المساهم الثاني؟ او بالنسبه لنا هو المساهم الاول رغم ان مبابي مسجل جونين، بيلينجهام النهارده من الماتشات اللي هي بتاعت بيلينجهام السنه اللي فاتت، اللي هو تحس ان هو بيعمل كل حاجه. بيلينجهام النهارده عمل واحده من اجمل الماتشات ليه على مدار الموسم كله. بيلينجهام النهارده صنع فرصتين محققين للتسجيل. الجون الاول اللي هو بتاع ضربه الجزاء هو بدايته اصلا، او اللي عمل الباصه كان بيلينجهام عملها حلوه قوي. بيلينجهام عمل 5 مراوغات كلهم ناجحين. بيلينجهام دخل 17 ثنائيه سواء على الارض او في الهواء، كسب منهم 14 ثنائيه. هو نجم المباراه وفقا طبعا للسوفا سكور، مع ان مبابي مسجل جونين بس بيلينجهام بجون واحد بس هو قدر ياخد تقييم 9.2 وياخد رجل المباراه. كنت بتلاقيه بينزل يدافع، كنت بتلاقيه بيكمل الهجمه. الجون الثاني اللي جايبه ده بدايته اصلا منه هو، يعني هو اللي شاطها، اتصدت راحت لابراهيم دياز شاطها، وبعد الدربكه دي كلها هو اللي كمل عليها وجابها. غير طبعا زي ما قلنا ان ضربه الجزاء بدايتها كانت منه هو. فبيلينجهام النهارده عمل ماتش عظيم جدا يحسب له الفوز هو ومبابي. غير كده لا، ريال مدريد كله كان وحش. الدفاع النهارده كان كارثه. خلونا بقى نتكلم عن الدفاع. الجونين اللي جم
في ريال مدريد هم عرضيتين. عارف ان هي ممكن ما تبقاش عرضيه عاليه، بس هي عرضيه على الارض. فتظل برضه الفكره ان انت يا انشيلوتي وانتوا يا ريال مدريد هتعملوا ايه قصاد ارسنال. ارسنال اللي هم يعتبر اكتر فرقه في اوروبا مسجلين اجوان من ضربات ثابته، سواء بقى ركنيات او سواء فاولات. هتعملوا ايه قصادهم في الماتش بتاع دوري الابطال؟ دي كارثه بالنسبه لريال مدريد. وانا هو وانتوا هو هنشوف الماتش خلاص قرب. ارسنال على مدار الماتشين ممكن تلاقيهم مسجلين 3 أو 4 تجوان من الكرات الثابته دي او الكور العرضيه، لان ريال مدريد كارثيين في التعامل معاهم. ومنظومه الدفاع عموما كارثه بطريقه غبيه. يعني انت كواحد عندك فران جارسيا والناحيه الثانيه فاسكيز، الاثنين ولا ليهم مساهمات هجوميه تذكر، وفي نفس الوقت في المرتدات انت بتتضرب بالنار ومرتده بشكل كارثه. يعني الجون ده كان ممكن ما يجيش عشان غباء اللاعب اللي باصه واللي رفع العرضيه. يعني هي مشيت معاه لما خبطت في اسينسيو ورجعت له تاني، انما الكره دي كان ممكن في 3 ثواني كنت تلاقيها في الجون، ما كانتش هتطول بالشكل ده. بس فعلا ريال مدريد في المرتدات كان كارثه، العرضيات كان كارثه، الباكين بتوعك ولا بيزيدوا ولا بيدافعوا. وطبعا ده في الاول وفي الاخر هو عيب مدرب، مش هنلوم على الاثنين لعيبه، هي دي امكانياتهم. المفروض ان انت تطلع من امكانياتهم دي احسن حاجه. بس انشيلوتي للاسف، يعني مش للاسف بقى، انا بشجع برشلونه، بس انشيلوتي عموما من اخر الموسم اللي فات والموسم ده لا، جماهير ريال مدريد كلهم هيتنقطوا منه، ومفيش تقريبا حد بيشجع ريال مدريد الا وعايز انشيلوتي يمشي. لان انت عندك دلوقتي فرقه هي فعلا انت ممكن تحتل بيها اوروبا. بالعكس انشيلوتي ما بيعملش ده خالص. انشيلوتي بينزل كل ماتش انت بتكسب بطلوع الروح، انت بتكسب بفرديات لعيبه، عمرك ما بتكسب بتكتيك او شكل تحس ان الفرقه متمرنين عليه. ده ما بيحصلش خالص. فبالرغم من الماتش الكبير جدا اللي عملوه فرقه ليجانس، وعلى الرغم من الكوارث اللي نزل انشيلوتي عملها سواء بالتشكيل او الفرقه اللي ملهاش اي شكل في الملعب، برغم كل ده فاز من لا يستحق. الجمله دي احنا مش اول مره خالص نقولها على ريال مدريد الموسم ده. الجمله اللي انا عايز انهي بيها ان ريال مدريد وانشيلوتي لو كسبوا الدوري هيبقى ظلم بطريقه، مش ظلم تحكيميا او ظلم اي، لا، اللي قصدي ان حرام واحد زي انشيلوتي يكسب دوري من واحد زي هانز فليك، وباللي عامله هانز فليك مع لعيبه برشلونه. فريال مدريد بيحط الضغط على برشلونه، بيتعادل معاهم في النقط، بس برشلونه لسه هتلعب طبعا ماتش بكره. برشلونه لو سواء كسبت او خسرت هم لسه متصدرين، بس هيفرق جدا لريال مدريد ان برشلونه توقع اي نقط في الماتشات الجايه، لان لسه في كلاسيكو. لان برشلونه لو كسب كل ماتشاتها ما عدا الكلاسيكو وريال مدريد كسب كل ماتشاته، هو برشلونه برضو اللي هتاخد الدوري فرق اهداف. فوز لريال مدريد ممكن يحط بيه ضغط شويه على برشلونه. هنشوف برشلونه لما تلعب بكره ان شاء الله نكسب، وان شاء الله نفرق بالثلاث نقط عن ريال مدريد، لان حرام الدوري ده يضيع على برشلونه وهانز فليك لحساب انشيلوتي. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده من ماتش ريال مدريد وليجانيس اللي انتهت بفوز ريال مدريد 3-2، وفوز غير مستحق بالمره. واللي هيقول كده جماهير ريال مدريد قبل جماهير العالم كله، لان هم شاهدين وشايفين اللي حصل. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.